عايز يسيطر على واحد مجرم، واحد معاه بنك، واحد بلع لك البنك، عايز يسيطر عليه. اي شرطه من دول سليم، ازاي تسيطر على واحد؟ ياخد دراعه ويسيطر عليه، ما تتغنيش. حركة شبابية واحدة ضد الشرطة اللي بتذبحنا، ضد الشرطة اللي بتذبحنا. جاي النهارده علشان محاكمة خالد سعيد، جاي نطالب بالحكم الرادع للمجرمين، مش لمجرد ان هم التعدي والضرب فقط، لا بتهمة القتل واستخدام القسوة والعنف في القتل، مش في الضرب، مش في التعذيب. بنطالب بمحاكمة المجرمين الأساسيين، بنطالب بمحاكمة مدير الأمن الشخصية، بنطالب بمحاكمة الرائد أحمد عثمان ضابط باسم استجابة، بنطالب بمحاكمة مأمور اسم استجابة. الأمن طبعا منعنا من الوقف على سلالم المحكمة، وسمحوا وحاجة يعني حاجة العقل ما يفهمهاش إن هم يسمحوا لقرايب المجرمين إن هم يقفوا ويرفعوا يفط. جايين النهارده في اولى جلسات محاكمه قتله خالد سعيد. حشد للامن المركزي غير عادي، بس مع وجود الميديا ما بيقربوش للنشطاء، بس مكرديننا كاننا في حديقه حيوان. الاعداد النهارده في ناس كتير جت لقت وقفه الحزب الوطني من الساعه 7 الصبح، وقفه البلطجيه واقفين من الساعه 7 الصبح على السلم، ومنعوا ناس كتير جدا انها تقف، وكانوا واقفين بطول 2 كيلو يمين و2 كيلو شمال، واقفين مباحث على الصف الثاني من الكورنيش. الصف ده قمه الرعب. انا جاي انا وبنتي والمدام بتاعتي، قمه الرعب. جايين نتضامن مع الشهيد خالد سعيد، ومصممين مع كل الشباب كلنا بمحاكمة القتلة والجلادين. القضية النهارده اتأجلت ليوم 25/9، وهنيجي يوم 25/9 وهنستمر. مش هنمشي من هنا، كلنا قاعدين هنا لحد ما يطلعوا. كنا واقفين في الوقفه، خلصنا خلاص، طلعوا البنات وسابوا الشباب جوه، حجزوهم ما رضوش يطلعوهم. طلبنا ان الولاد بس بيقول للضابط ممكن بس الولاد تطلع، راح شتمني وجرى ورانا بالعصيان ونط ورانا في الجنينه وضربنا كلنا، واصلا احنا ما عملناش اي حاجه، نازله بس عشان يبقى لنا كرامه في مصر. وشتمونا بالام وضربونا، انا ضربوني على ظهري وضربوني على راسي وشدوا الطرحه مني، وشتمونا بالامهات والابهات وبهدلونا. انا ام من امهات اسكندريه، مصريه، من حقي اقول لا على الظلم، ومن حقي اقول لا على اي حاجه بتعتدي على اولادي، من حقي اقول لا للاستعباد اللي احنا فيه، من حقي اقول لا لكل بني ادم يقل ادبه على اولادي وعلى اي حد ماشي في الشارع في امان.